السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو معاك 50 جنيه وعايزة تعملي بيها غدا ومش عارفة تعملي ازاي ومحتارة وعمالة تفكري ان ال50 جنيه في الغلو اللي احنا فيه ما بقتش جايبة حاجة خالص، انا في فيديو النهاردة هقولك على احلى اكلة تعمليها، ومش اكلة واحدة كمان، ده احنا هنعمل اكلتين وب50 جنيه بس. يلا مع بعض نبدأ. بسم الله. نجهز الورق والقلم. اول حاجة معايا نص كيلو من البتنجان نص كيلو عامل 6 جنيه، يبقى اول ميزانية معانا هي البتنجان، تكلفتها 6 جنيه بس. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. انا بقطع البتنجان بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وهرش عليه شوية من الملح وهنقلبه وهركنه على جنب. عندي كيلو الا ربع من البطاطس، الكيلو البطاطس عامل 12 جنيه، انا جبت كيلو الا ربع تكلفته 9 جنيه، يبقى تاني ميزانية معانا هي البطاطس، هنجيب كيلو الا ربع تكلفته 9 جنيه. وعلى فكرة في بطاطس اقل من كده بكتير، يعني في بطاطس الكيلو عامل 5 جنيه، والله العظيم انا جايب البطاطس الكيلو عامل 5 جنيه، اقسم بالله تحفة تحفة، نفس 12 بالظبط، بس الفرق بيكون اللي هي 12 الحجم بتاعها كبير، واللي هي 5 جنيه الحجم بتاعها صغير، هي بس بتتعب بس في القشير. فطبعا انا جبت الصغيرة علشان هعملها محشية. قطعت البطاطس وحطيت لها مية وركنتها على جنب زي ما انت شفتوا. وعندي ربع كيلو من الفلفل الرومي، الفلفل الرومي ده الكيلو عامل 20 جنيه، انا جبت ربع كيلو تكلفته 5 جنيه، قطعته بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده وهركنه على جنب. يبقى تالت ميزانية معانا هي الفلفل الرومي. عندي كيلو من الطماطم ده الكيلو عامل 6 جنيه، انا هستخدم الطماطم في اول اكلة هنعملها مع بعض، وهنستخدم الباقي في الاكلة التانية ان شاء الله. الاكلة اللي انا هعملها ديت انا مش هضرب الطماطم في الخلاط، انا هقطع الطماطم حتت صغيرة زي ما حضراتكم شايفين، واستخدمت 4 وحدات من الفلفل الاحمر الحراق، ممكن تستغنوا عنه خالص. هنقطع الطماطم حتت صغيرة زي ما انتم شايفين. الاكلة اللي هعملها ديت لازم يكون فيها الطماطم متقطع، ما ينفعش ان احنا نضربها في الخلاط خالص. هنبتدي ان احنا نحمر البطاطس الاول. عندي طاسة على النار، حطيت فيها كمية حلوة من الزيت، وسبت الزيت لحد ما سخن تماما، وبعدين نزلت بكمية البطاطس. انا بحب اقلي البطاطس في حلة علشان تاخد كل كمية البطاطس. هنعمل الصلصة معانا. عندي طاسة حطيت فيها شوية من الزيت، زيت يكون نوع حلو، بلاش زيت التومين عشان بيكون فيه ريحة. وهنزل بيه معلقة كبيرة من الثوم المفروم. الثوم المفروم ده انا حاطه فيه كمون، كزبرة، فلفل اسمر، بابريكا. حمرت الثوم لحد ما اخد لون معانا، بعدين نزلت بالطماطم اللي قطعتها معاكم وهنقلبها تقليبة حلوة. وبعدين هضيف كوب الا ربع من المية، مية عادية خالص من الحنفية، وهسيبها لحد ما تتسبك. ده شكل الصلصة معانا. انا عايزة الصلصة بتاعتنا يكون فيها صوص، الصوص ده هو اللي بيدي الاكلة اللي هعملها ان شاء الله طعم جميل جدا. طبعا انتوا عرفت الاكل اللي انا هعملها. عندي البطاطس، انا حمرت البطاطس وحمرت البتنجان والفلفل. اكيد لو ما وصلت لحد هنا عرفت انا هعمل ايه. انا هعمل بقى مسقعة، احلى مسقعة تاكلوها من ايدي بجد بجد، اللي ما جربوهاش فاتوا كتير جدا، ما شاء الله جميلة جدا، ولونها وريحتها وطعمها مش قادرة اوصف لكم. وهنقلب كله مع بعضه زي ما انتم شايفين. الطماطم لما بتكون متقطعة بتدي تست وطعم رهيب للمسقعة معانا. كفاية شكلها ما شاء الله، والله العظيم ريحتها قلب المكان كله، انا مش قادرة اوصف لكم طعمها وريحتها حكاية والله العظيم. اتمنى ان انتوا تجربوها. كده المسقعة جهزت معانا وبقت بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده، جميلة جدا ما شاء الله، واحلى اكلة تعملوها. يبقى دي
اول اكلة احنا عملناها كلفت معانا 25 جنيه بس. عندي بصلاية على النار، هضيف عليها شوية من الزيت. طبعا انا هعمل الاكلة التانية، وهنقلب لحد ما البصل ياخد لون معانا. اهم حاجة ان البصل ما يبقاش على نار عالية علشان ما يتحرقش مننا. البصل اخد لون معانا، هنزل بيه فلفل بارد وفلفل حراق حسب الرغبة، وهنقلب الفلفل مع البصل كويس جدا لحد ما يدبل معانا والريحة بتاعته تطلع. بالنسبة للفلفل الحراق ممكن تستغنوا عنه خالص، بس بجد بيدي تيست جميل للأكلة اللي راح اعملها برضو. انا شوحت الفلفل كويس مع البصل. هنزل بقى بطماطميتين متقطعين تقطيع صغير خالص، وهنقلب. هضيف التوابل، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وهنقلب كله مع بعضيه زي ما انتم شايفين. وهضيف ربع كوب من المية، مية عادية خالص من الحنفية، وهنقلب وهسيبها تتسبك نص التسبيكة بس. هنا اتسبكت معانا. عندي 3 وحدات من البيض. طبعا اكيد عرفت انا هعمل الاكلة التانية ايه. انا هعمل طبعا شكشوكة جميلة جدا والله العظيم وهتعجبكم. الشكشوكة دي كلفتني 3 بيضات بس زي ما انتم شايفين، وهنعمل احلى شكشوكة ممكن تاكلوها في الدنيا كلها. والله العظيم الاكلة اللي عملتها النهاردة احلى بكتير من اللحمة والفراخ. والله العظيم انا معايا بناتي اصلا ولا بياكلوا لحمة ولا بياكلوا فراخ، عندهم الاكلة دي احلى من اللحوم 100 مرة. وهنقلب البيض لحد ما يستوي معانا زي ما انتم شايفين. ما شاء الله كده الشكشوكة جهزت معانا وما خدتش اي وقت معانا خالص. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الشكل واللون والطعم حكاية جدا جدا. ودي الاكلة التانية كلفتني 15 جنيه. ازاي بقى 15 جنيه؟ لان احنا طبعا الطماطم والبصل عندنا في البيت. الطماطم طبعا اللي انا استخدمتها من ضمن الكيلو اللي اشتريته ب6 جنيه. كل اللي استخدمته بصلاية صغيرة، واكيد بيتنا فيه بصل. كل اللي استخدمته انا هو 3 بيضات، البيضة ب5 جنيه، يعني كلفتني 15 جنيه. وعملنا احلى شكشوكة جميلة جدا، ريحتها قلب المكان كله، تحفة سهلة بسيطة في اي وقت تعملوها وبأقل تكلفة. هنعمل احلى طبق شكشوكة. شايفين الريحة والشكل واللون والطعم حكاية وحياة ربنا. تعالوا بقى على المسقعة. المسقعة دي في حتة تانية خالص بجد، تحفة تحفة تحفة. اتمنى تجربوها ومش هتبطلوا تعملوها تاني. والله العظيم جميلة جدا ما شاء الله، وما خدتش اي وقت معانا خالص. والتكلفة كانت بسيطة جدا. يعني تكلفة المسقعة كانت 25 جنيه، وتكلفة الشكشوكة كانت 15 جنيه. وجبت بقى علبة جبنة كده صغيرة سعرها كان عامل 11 جنيه. يعني كل التكلفة دي كلها عملت معايا 51 جنيه. ما شاء الله اللهم بارك. وعلى فكرة الاكل ده هيكفي 8 افراد. ازاي بقى؟ انا هقول لكم. انا ما شاء الله ما شاء الله معايا 6 اطفال يعني، وانا وزوجي 2 يبقى 8. الاكلتين اللي احنا عملناهم اللي كلفونا 50 جنيه ما شاء الله اكلوا 8 افراد وزادت منها كمان. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص معانا. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.